90% من الجماوية عندهم عضلة اللتس نقطة ضعف ومش عايزة تتطور، والسبب بكل بساطة إنهم مش عارفين الوظائف الأساسية اللي بتستهدف اللتس. فركز معايا عشان هخليك فاهم الوظائف الأساسية لللتس، مش بس حافظ التمارين. عشان تبقى فاهم من البداية وما تتوهش، إحنا عندنا وظيفتين بس لللتس. أول وظيفة لللتس عندنا اسمها الشولدر أدكشن، والوظيفة دي اللي أنت بتعملها في تمرين السحب العالي بالشكل ده، بتكون بتضم كوعك على جسمك بالشكل ده. طيب يا كوتش، التمرين ده بيركز على الجزء العلوي والسفلي من اللتس. مفيش لحد دلوقتي بحث اتكلم واثبت ان في تمرين بيحيز جزء عن جزء في اللتس، بس مرجح اكتر انه يكون بيستهدف الجزء السفلي من اللتس، وده لانه بيتماشى مع الالياف السفليه لللتس. تاني وظيفه لللتس عندنا اسمها الشولدر اكستنشن، ودي بتكون بتسحب من قدام بالشكل ده، والشكل ده مرجح اكتر انه يستهدف الجزء العلوي من اللتس. وتقدر تعمل الوظيفتين على جهاز السحب العالي بس، يعني تقدر تمرن اللتس من جميع الزوايا على الجهاز ده بس. هتقول لي ازاي يا كوتش مش مفروض لازم سحب افقي وسحب عمودي؟ زي ما قلت لك يا صديقي، عندك وظيفتين مفيش غيرهم هتستهدف بيهم اللتس، ولو ركزت الفرق في الوظيفتين في وضعية ايديك مش الجهاز اللي هتتمرن عليه ده أداة تسهل عليك وظيفة الحركة الأساسية اللي هتعملها للعضلة المستهدفة. فأنت تقدر تعمل الوظيفتين على جهاز السحب العالي عادي، عشان في ناس كتير بتفتكر ان التمرين ده هو ده. الاتنين مش زي بعض يا صديقي، ده انت حققت في الوظيفة الأولى لللتس اللي هي الشولدر أدكشن، والتاني حققت الوظيفة التانية شولدر اكستنشن. طيب تفهم ايه من الكلام ده؟ ان انت مش محتاج غير شكلين بس لللتس، شكل بتعمل فيه شولدر ادكشن وده اللي بيكون على جهاز السحب العالي بالقبضه الواسعه او على اي جهاز بالشكل ده، وشكل تعمل فيه شولدر اكستنشن ايا يكن بقى على جهاز السحب الارضي او السحب العالي او على الكيبل الفردي. انت عرفت الوظيفتين اللي بتستهدف بيهم اللتس، هتختار تمرين لكل وظيفه وبس، مش محتاج حاجه تاني. فانا لو عندي اللتس نقطه ضعف، كل اللي هعمله اني هضيف شكلين بحب اتمرنهم واثبتهم، مثلا شكل سحب عالي اعمل فيه شولدر ادكشن، وشكل مثلا فردي زي تمرين الالياك بول داون اعمل فيه شولدر اكستنشن، وبس كده. انت مش محتاج اي حاجه تاني. وانا دلوقتي هحط لك اغلب التمارين اللي بتعمل فيها شولدر ادكشن واغلب التمارين اللي بتعمل فيها شولدر اكستنشن، واختار من كل وظيفه التمرين اللي انت حبه وعارف انك هتستمر عليه وتلتزم بيه. انا مثلا هختار تمرين اللات بول داون وتمرين الالياك بول داون. هل انا اخترتهم عشان هم احسن تمرينين؟ لا، اخترتهم عشان بحب اتمرنهم ومستمر عليهم. وانا عايزك تعمل زيي، بلاش تفضل تدور على افضل تمرين وتتمرن تمرين انت مش حابه بسبب انك سمعت انه افضل وبيعمل تحفيز عضلي زياده، لان بكل بساطه طالما انت مش حابب تمرين معين مش هتلتزم عليه حتى لو كان اكتر تمرين هيطلع لك عضلات. فخليك ذكي واختار التمارين اللي بتحبها وعارف انك هتلتزم بيها. والكلام ده مش لللاتس بس، ده في أي عضلة عايز تطورها. شوف التمارين اللي انت حاببها اللي هتخليك تقدر تلتزم أطول وقت وما تملش. ولو استفدت من فيديو النهاردة كالعادة، ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك وتبعت الفيديو لصاحبك عشان يستفاد زيك يا دبابة. سلام.